قبل ما ابدا الفيديو انا عايز اقول لك ان جايب لك انمي دمار، حاجه هتخليك في قمه الانبهار. صحيح ان انا اتاخرت عليك، بس ده عشان اجيب لك حاجه تخليك تقول يا حلاوه. ولكن قبل ان نبدا اعمل اللايك بتاعك وخلينا نوصل ل 10000 لايك. صحيح اننا ولا مره عملناها قبل كده، بس ده عشان انتم مقصرين معايا بزياده. ولكن اوعدكم ان في حدث ضخم هيحصل اول ما نتم ال 100000 مشترك. هنعمل تحديثات، فعاليات، مسابقات، اي حاجه من اللي قلبك يحبها. المهم اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وهيا بنا نغوص في اعماق تلك الحكايه. ده هو شين، مراهق بسيط في العشرينات من عمره، نشال قد الدنيا والدنيا مش قده. تقدر تقول كده نشال مفيش من ميتين امه اتنين. بيبان غلبان من بعيد، بس خد بالك ممكن يعورك يا صاحبي. عايش لوحده حاليا وعنده اخ اصغر منه بشويه اسمه يانج، ولكن شين يا صاحبي ما يعرفش عنه حاجه من سنين، وتحديدا منذ 3 سنوات. مفكر اخوه الصغير للاسف قد فارق الحياه. والمشكله بقى يا عم الصديقي انه مش ميت، لا ده بيراقب الجو من بعيد عشان يشوف لو في نشاط مش طبيعي للطاقه الروحيه او حاجه. ده في الغالب، بس لو جت في سكته شويه حراميه بيعمل معاهم الواجب وزياده. بيشوفوا العصابه ديت خلاص نسل، وبيقرر ينزل عليهم. فهم خلاص كده عملوا الشغل عالي العال وبيتقسموا الغنيمه سوا. يانجا بيقول لهم ياه بقى بتقسموا على بعض من غيري؟ لا ثانيه احب اعرفكم بنفسي، انا يانج. وايوه زي ما سمعتم بالظبط. اجهزوا بقى عشان همرجعكم حالا ودلوقتي. الواد ده ما بيهزرش يا جماعه. الاشخاص دول قالوا له بلا يانجا بلا عصير تانج، انت مش خارج من هنا النهارده. يانجا بيضحك وبيقول يا راجل تصدق عجبتنا النكته دي، وهوبا بيمس عليهم وبيشقلب المكان. ايوه يا عم يانجا عارفين انك جمدان. بيخلص على الاشخاص دول وبيرن على اخوه. شين اتصدم. هو انت يا ابني غايب ليه بقالك عني 3 سنين؟ انا فكرتك مت يا جدع. يانجا قال له معلش يا اخويا كان معايا شغلانه من شويه ولسه مخلصها دلوقتي، بس بقول لك ايه، مصلحه عنب عنب ولوز اللوز. بس انت وحشني يا شين وعايز اقابلك، تعال نخرج سوا وندردش مع بعض شويه. شين قال له تمام، خلينا نتقابلوا في المطعم اللي في شارع هوليوود. بيقول له خلاص تعالى متاخرش مستنيك يلا. بيقفل معاه في ظرف نص ساعه. بيتقابلوا في المطعم دوت بعد فرق دم لاكتر من 3 سنين. شين بيقول له اديني بقى سبب مقنع لغيابك 3 سنين عني. يانج قال له بس كده؟ طب شوف دي. بيرسم نمط غريب كده على الطاوله، وشين بيستغرب ايه الهبل ده فرع شجره يا عم انت، جرالك حاجه ولا ايه؟ يانج قال له غور يلا من قدامي، ده انت الكلام معاك خساره بصحيح. بقى ده فرع شجره؟ يا سبحان الله، هم اللي اختشوا مات ولا اللي اختشوا ماله؟ ده فرع شجره. بيقول له بطل هزار يلا يا بارد. بيبطل، ويانج بيقول له ايوه يا عم فرع الشجره فعلا، وانا كنت بهزر معاك بس مش اكتر، لكن انا ما رسمتوش كده والسلامه. هتسالني وتقول لي طب رسمت ليه يا عم انت؟ ده حتى الرسم حرام. فبص يا سيدي، هو الرسم حرام وكل حاجه بس شبه فرع الشجره اللي قدامك ده في سبب غياب عنك ال3 سنين دول. فساعه لما كنا انا وابن عمك في رحله استكشافيه دخلنا غابه كبيره جدا وما كناش قادرين نخرج منها. فضلنا تايهين لا عارفين مين مع مين ولا فين يودع على فين، لحد ما مره واحده ابن عمك وقع من منحدر كبير، واول ما بيقوم من الوقعه يتفاجئ باللي شافه قدامه. ايوه لا تمثال شكله مرعب بفظاعه. وقررنا ساعتها نتعمق اكتر في المكان يمكن نلاقي اي حاجه تفيدنا ولا بتاع. فضلنا نمشي لحد ما وصلنا للمكان ده، قصر ضخم مليان تماثيل وحاجات نادره كتير. بس الصدمه الاكبر واللي ما كانتش مألوفه فهم بيشوفوا هرم معكوس هناك. بيقرروا ساعتها ينزلوا ويشوفوا جواه ايه. بيربطوا احبال التسلق وبينزلوا واحده واحده جواه، والدنيا كانت لذيذه. بس في نص المسافه كده لقوا بئر قدامهم. البئر ده مش عادي، لا ده بئر القربان والتضحيات يا صديقي. ايوه زي ما سمعت كده. المهم يعني بيحفروا في البئر اكتر واكتر، وبعد شويه كده بيلاقوا اثار. يا حلاوه، دي شكلها تلعب معانا ولا ايه؟ ابن عم يانج بيقول لنا تعبت يا اسطى تعالى نستريح شويه. بيقول له يابا انت عيل توتو، روح نام واستريح وانا هظبط الدنيا. بتاخد الحماسه بيحفر اكتر. ما هي اثار، احنا هنهزر ولا ايه؟ انزل كده يا صديقي وعرفني لو كنت مكانه هتعمل ايه. انا عن نفسي هرجع الحاجات دي لانها اثار بلدنا وكده. استغفر الله سامحني يا رب. بعد ما بيحفر شويه كويسين بقى بيخبط خبطه زلزلت المكان، وفي صوت ضخم صرع صحابنا جامد. بيشوفوا في ايه بالظبط؟ لقوا ان الارض هنا مصنوعه من البرونز. بيكسر معدن البرونز وبيلاقوا خازوق تاني.
تاني. فرع شجره ضخم كده مغطي المكان. بس طبعا يا عم شين انت عارف ان اخوك تنين، اخوك شين مدرعه طلعته ب4. بيقول له ما انا عارف كمل يا فخم. بيكمل وبيقول له في فرع شجره قدامنا دلوقتي. رحت انا عامل ايه؟ الله ينور عليك، توكلت على الله، دي اهم حاجه، من يتوكل على الله فهو حسبه. احنا نهزر ولا ايه؟ بعدها بقى شغلت دماغي ولقيت ثغره قدرت بيها اكسر الجدار اللي جنب الشجره. شين قال له يا جدع قول كدبه غير دي، ريحتك فايحه ليه؟ فاكر نفسك كساحه؟ يانج قال انا مش بكدب عليك، حتى بص كده بيشاور له على القرط اللي في ودانه. فشين اتصدم، انت جبت ده منين؟ وبعدين الكلام الوحش دوت من امتى واحنا بنلبس الحاجات دي يا عم؟ ابوك لو كان عايش كان قطع ودانك. بيقول الله يرحمه بقى، كان راجل طيب وراح لحاله، بس انا مش لابسه بمزاجه ولا حبا فيه، لا خالص، ده زباله يا عم، وانت عارف ان راجل. وقبل ما تسالني وتقول لي انت لابسه ليه، هقول لك اعمل لايك الوايت، خلينا نوصل المقطع 10000 لايك بالحب. اقول لك حبيبي يا رجوله والله هتسلم لي. المهم يانج كمل كلامه وقال له كسرت الجدار زي ما قلت لك. حلو. بعدها لقيت جثه لواحد او واحده مش عارف ومعاه او معاها القرط ده، اخدته منه وقلت له ارقد بسلام ومع نفسك بقى. بس كده يا عم. شين قال له بس اعمل حسابك ده خطير جدا. بيخرجوا من المحل بعد ما يانج قال على القرط، وشين بيطلب انه ياخد يبص عليه، واخوه قال له خد يا عم انا مش عايزه، كده كده ملوش لازمه. شين بيشمشم في القرط بتاع اخوه وبيفهم كل حاجه. بيقول له انا فهمت انت ليه لحد دلوقتي لسه بخير، فالقرط دوت متبهدل من جوه وكأن في حد محبوس فيه، ولو رجع لشكله الاصلي ساعتها هنقول لك يا يانج مع السلامه. الواد اترعب وقال له انت بتقول ايه يا عم؟ فاكر جدك لما كان بيكلمنا على الكنز بتاعه؟ ايه رايك نشوف الدنيا كده واهو يمكن نلاقي حاجه. شين قال له لا يابا انا مش فاضي، روح مع نفسك. فبيقول له طب ايه رايك ندور على ابن عمك، مش انت كنت عايز تعرف هو فين؟ شين استغرب من اقتراحه وقال له هفكر وهقول لك. وبعد شويه بنشوف شين واخوه بيتجولوا في المدينه، بس في شخص مشكوك بامره بيراقبهم من بعيد. اوبا ده شكله مش بيهزر يا صديقي. المهم بيطنش الموضوع. في اخر الليل كان شين ويانج بيتعشوا في المطعم ده. يانج قال له انه خلاص قرر يروح جبل يدعى تيلياند، جبل بيقولوا انه مليان اشياء غريبه وحاجات اثريه. شين عجبه الحوار جدا وبيقرر يروح يشوف الدنيا معاه. بس فجاه بيدخل عليهم الراجل ده، ازيكم يا شباب، سمعت انكم بتتكلموا عن مغامره كده، ممكن اجي معاكم ولا ايه الدنيا؟ يانج قال له لا 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 يا باشا، احنا ولا اتكلمنا ولا اي حاجه، شكلك انت بس اللي بتسمع غلط، روح شوف طريقك يا عم، انت محدش مهتم لك. الراجل العجوز قال له خلصانه يا عم، هو بيسيبه وبيمشي. يانج هو كمان حس ان المكان مش مظبوط كده وفي حاجه غريبه، فبيقرر يمشي بسرعه هو واخوه. شين قال له مالك يا عم انت، هتمشينا بدري ليه واحنا لسه ما كناش حاجه؟ يانج قال له اسكت يا غبي، انت مش فاهم حاجه، الراجل العجوز ده مش لوحده، ولو كنا طولنا شويه كان الرجاله اللي معاه خلصوا علينا. اوبا الانمي شكله بدا يولع، والاحداث اللي جايه ما فيهاش رحمه خالص يا صديقي. المهم بقى يا زميل، بيركب شين ويانج الميكروباص ده وبينزلوا فعلا عند منطقه غريبه من الجبل المطلوب، جبل تايلاند. بس واجهتهم مشكله بسيطه، فعشان يقدروا يوصلوا للجبل محتاجين يسلقوا 1000 متر لفوق. لكن واللي على غير المتوقع بيلاقوا الراجل العجوز مع اتباعه في المكان. يا نهار ابيض، ده ازاي كده؟ يانج قال له انزل بسرعه، دول مش لازم يعرفوا اننا موجودين هنا والا هتحصل مشاكل واحنا في غنى عن الكلام ده. شين قال له تمام يا اخويا، بس لازم نراقبهم ونعرف هم جايين هنا بيدوروا على ايه. بيمشوا وراهم فعلا لحد اخر الليل، بينصبوا مخيم عشان ياكلوا ويبيتوا، وشين ويانج كانوا خلاص هيوصلوهم، بس مره واحده هوبا الشجر بيوجع حواليهم من كل اتجاه. شين ما كانش عارف يتصرف ازاي، وبياخدوا يانج بسرعه يستخبوا. والشخص اللي كان قاطع الشجره افتكر ان الصوت صوت حيوان ولا حاجه، فساب المكان ومشي. شين وقتها قال ان هي خربانه، تعال نشوف في ايه بالظبط. بيقربوا اكتر واكتر من المخيم، وبيسمعوا ان الراجل العجوز جاي عشان في حاجه نادره على الجبل ده غير التحف الاثريه الموجوده على الجبل. وقتها بنعرف ان العجوز مش هو الزعيم ولا حاجه، ده الزعيم هو شخص يدعى له جوليون. الراجل ده خطير جدا يا صاحبي، وهو سبب المصايب اللي هتحصل معاهم قدام شويه. فمن وهو صغير حصلت حرب كبيره تسببت بموت اقرب الناس ليه، بيستخبى في مكان بعيد عن الحرب وبيقدر ينجو بحياته. لكن بيلاحظ حاجه في جيب الجندي، خريطه الكنز عتيق فيها ادوات بتمنح حامليها قوه سحريه. الواد طبعا ما صدق، بتعجبه الفكره وقرر يكرس كل حياته عشان خاطر بس يلاقي الكنز ده. شين
بيحاول يفهم الدنيا بالظبط، بس يانج الغبي من غير قصده عمل صوته وبيكشفهم. يخرب بيتك يا جدع، هتودينا في داهيه. ايوه ليه بيسمع الصوت فبيجهز الرجال عشان يشوفوا مين اللي عمل كده. شين قال لك كده باظت، يلا نطير يا معلم. بعدها بيحاولوا يهربوا من المكان، بس خلاص انتم اتكشفتم، هتموتوا حالا. هوبا الدوريه الخاصه بالشرطه الجبليه بتظهر في المكان. اتباع ليه بيقولوا له كده لو طلع واحد اتضربت هنموت ونروح مع اللي راحوا، خلينا نرجع احسن لحسن ما نطلش بلا شام ولا عنب يمن. قال لهم خلاص انسحبوا دلوقتي وهربوا بسرعه يا رجاله بدل ما نتمسك هنا. بالفعل بيقدروا يهربوا. وعند شين بنشوف ان يانج حرفيا منهار، الواد يا عيني من كتر الخوف بيعيط بحرقه. شين قال له انشف كده يا اسطى، مالك في ايه؟ انا معاك قوم بقى ما تخافش، ده لسه ما عملوش حاجه يعني، بس بصراحه على ما يبدو كده شكلهم جامدين. بيقول له طيب هنعمل ايه يا اسطى؟ ننسحب. قال له لا ننسحب ايه، انا لازم الاقي الكنز ده، بس الاول خلينا نلاقي طريقنا للجبل قبل ما نتوه. بيخلص اليوم على كده، وفي الصباح التالي بيتحركوا هو ويانج للمكان ده. يانج قال له منك لله يا جدع، هنعدي الجسر ده بقى ازاي يا عم الفهيم؟ شين قال له تعالى جرب كده. بيوافقوا، لسه بيعدوا اول درجه لقوا الجسر كله وقع. ده حرفيا اطول كلمه يا حلاوه موجوده في الكوكب كله. مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه وهم مش واخدين بالهم. الست دي بتطب عليهم، قالت لهم انتوا بتعملوا ايه عندكم يا شويه حراميه؟ ده انا هطلع ميتينكم هنا ودلوقتي. يانج بيحاول يشرح لها الموضوع. اهدي بس يا ست الكل. اهدى مين؟ ابلع يا حزين. بترزع رجلي باليمين وبص جابت اجله. فبيقرر يستخدم سلاحه السري الا وهي الفلوس. بيعرض عليها شويه مانيهات وبيدلهم على مكان القريه. بص بقى يا سيدي الناس، ركز معايا، هتخش يمين في شمال هتلاقيني هناك وبنده عليك، تمام؟ وقبل ما يرد عليهم بيمشوا. يانج كان مش عاجب الوضع اللي هم فيه، حاسس كمان انه جه هنا قبل كده وبيفتكر ان في كوخ خشبي في مكان قريب منهم. بيدوروا فعلا وبيطلع كلامه مظبوط. الله، طب ازاي بس؟ شكل كده في لعبه كبيره بتتلعب عليهم يا معلم، والوضع مش بيبشر بالخير نهائيا. ما علينا. المهم في اخر الليل بنشوف شخص مقنع بيجول وبيتجول في المكان اللي هم فيه. بيكون معاه قطعه اثريه غريبه وبيخبيها تحت الصخره دي. يانج بيحس بيها فبيفوق شين بسرعه. من غير كلام، تعالى ورايا يلا. مالك في ايه؟ شين قال له مالك انت يا عم كده في ايه بالظبط؟ يانج قال له انا ما عنديش فكره عن اللي بيحصل، بس حاسس ان في حد كان هنا من شويه وحط لنا حاجه غريبه. بيتحركوا شويه عشان يشوفوا في ايه. بيوصلوا عند كومه الصخر الكبيره دي وبيشوفوا في ايه جواها، وبيلاقوا القطعه الاثريه اللي المقنع سابها ومشي. يانج بيقول في عقل باله كده غريبه يا جدع، هي مش القطعه ديت كانت في نفس المعبد من 3 سنين؟ هو مين اللي استكشفها وجابها لهنا بالظبط؟ شين قال له مش مهم خلاص، بس القطعه ديت بترمز لشعب المكان ده، او بمعنى تاني ممكن تكون اداة تنفعنا وتساعدنا نلاقي الكنز في اسرع وقت ممكن. بس يلا قبل ما حد يشوفنا وتحصل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. بيمشوا وبيخلص اليوم العادي على الهادي. وتاني يوم بيدوروا على حد يدلهم على طريق الجبل. بيشوفوا راجل عجوز قاعد هناك فبيروحوا له وقالوا له عامل ايه يا حجوج؟ اهل القريه قالوا لنا عليك انك مرشد، اقصد انك حافظ المكان، يعني من الاخر محتاجينك تعرفنا مكان جبل تايلاند. الراجل العجوز قال لهم قبل اي حاجه لازم اوضح لكم نقطه معينه. اولا كده انتوا جيتوا للمكان الغلط وفي الوقت الغلط كمان. فالجبل ده اصلا ملعون وفي حاجات غريبه ومرعبه، لكن مش ده المرعب، لا ده في شق لازم تعدي من عليه في الجبل، وناس قبلكم حاولوا يعدوه بس الشق قفل عليهم واحتمال يكونوا ماتوا هناك او يكونوا تحولوا لوحوش عشان يحموا الجبل. بس على العموم ده الطريق يا عم، ما على الرسول الا البلاغ. هتروح المكان الفلاني في الحته الفلانيه، بس عشان توصل له هتقعد 7 أو 8 ايام بتتحرك في الجبل. شين قال له قشطه يا عم احنا قدها، وشكرا يا عم المرشد. بيتحرك هو واخوه 3 ايام في الجبل وبيقعدوا عشان يستريحوا شويه هنا. يانج لسه بقى هياكل، لا طوبه بتنزل جوه قفاه. بيدقق النظر، لا القرد دوت وبيمس عليه. هوبا القرد بيسحب شنطته بيحاول يسرقها. تفتكر انه هيعملها يا صديقي؟ لا والله، يانج كان فايقله وشدها منه بسرعه وبيحاول يتصدى ليه، بس القرود بتتقاتل عليه للاسف. وشين وقتها بيولع نار عشان يخوف القرود. فعلا ده اللي بيحصل وخطه بتنجح في الاول، بس هو الموضوع هيمشي بالحلاوه دي؟ اشك طبعا. بيكونوا فرحانين، لكن بيقطع فرحتهم دي زعيم القرود بذات نفسه. بيقول لهم تعالوا لي يا غوالي، وبيبقى معاه جيش ملوش اول من اخر وبيطير عليهم بكل ما ياتيهم من سرعه، لكنهم بيهربوا بسرعه. وبينما شين ويانج بيهربوا، هوبا قرد بيقرب من يانج وبيقطع له شنطته. العصايه الاثريه هي كمان وقعت على الارض والقرود بتاخدها ومشت، لان دوت كان هدفهم من البدايه. بس هو يانج هيسيبك يا قرد انت وهو. بوم
بياخدوا العصايه مره تانية وبيهربوا بسرعه. شين بيمسك النار محاولا تخويف القرود، بس القائد بيسلم عليه. العب بعيد بنارك بقى يالا. قائد القرود خلاص كان هيفنش شين، بس يانج بيحدفه بالحجر ده. انت بتزغزغنا ولا ايه؟ بيهربوا بسرعه، بس على مين؟ القرود وراكم ومش هتحلكم. بيحدفوهم بالطوب من كل حته، والعيال شغاله تتفاداها، لحد ما مره واحده يانج بيقع على الارض وبيفتكر ان خلاص القرود هتنزل عليه بالرشاشات وخلاص دي نهايته. لا شين بيقول له فوق يا عم، متخيل انا هسيبك تموت؟ ده عندي الهلفوت، انت في احلام اليقظه ولا ايه؟ بيتحركوا بسرعه بعيد، وهوبا بيظهر صوت ضخم في المكان بيزلزله. القرود بتسمع الصوت من هنا وبتهرب بسرعه من هنا. وقتها شين ويانج عرفوا اللي فيها وان خلاص هم على الدنيا السلامه. وهوبا احلى مسا عليك. ايوه رياح بتهب عليهم بشكل مبالغ، في وسطها كائن غريب في المكان. شين بيقول ده لو بشر عادي فهنقدر عليه احنا الاتنين سوا، لكن لو هو كائن مجنح فدي نهايتنا. يانج بيقول هي خربانه يا معلم، بس يلا بينا نشوف ايه ده. بيتقدموا عشان يعرفوا مين الشخص ده. طلع لا بشر ولا كائن غريب، ده تمثال عادي ويجي هنا بس بسبب انهم في منتصف الجبل وفي رياح ضخمه هبت في المكان وجابته لهنا. طب السؤال بقى ايه اللي وصل تمثال للجبل اصلا؟ بيركزوا في المكان اللي حواليهم وبيتصدموا. يا نهار ابيض يا جدعان، ده شكله الشق اللي المرشد كلمهم عنه. يا حلاوه، من خازوق لخازوق تاني. حقا قد صدق من قال المصائب لا تاتي فرادى. بيشوفوا نمط غريب في التمثال، نمط مضمونه او كانه عايز يقول لهم بص فوق على الجبل. فعلا بيعملوا كده، ويا الهي ايه كل التماثيل دي. يانج عجبه الحوار وقال له يلا يا عم شين، كل دي اثار هنتدلع بيهم لما نبيعهم. شين ما كانش مستريح للي بيحصل ده وبيقول له يا عم ما تخلينا نبعد عنهم احسن، حاسس ان في حاجه غلط، لكنه بيقرر يمشي ورا اخوه خلاص. هيعمل ايه يعني؟ فعلا بيطلعوا يشوفوا في ايه، لا حفره بتدخلهم جوه الجبل. شكل كده في ان في الموضوع. على طول بيقرروا يدخلوا جوه الجبل، بس وهم في الطريق بيستكشفوا رموز غريبه، طلاسم واشكال اول مره يشوفوها في حياتهم. ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ يانجي بيدرك انه في مكان قريب من القصر اللي استكشفه من 3 سنين. لسه هيعرف شين، لقى نفسه فجاه وقع لتحت. شين بيترعب عليه وبينزل وراه على طول، بيطمن عليه وبيشوفوا ضريح كبير مغمور بالميه، والطريق اللي قدامهم ده هو الطريق اللي هيوصلهم لمركز الجبل. شين قال له بص يا عم انت شكل دماغك تعبان وهتقرفنا معاك. يانج قال له صح، فشين قال له طب حلو الكلام، يلا بينا نستكشف الدنيا لان دماغ انا كمان تعبانه زيك، خش هتجيبك يا زميل. فعلا بيتقدموا اكتر واكتر، والمكان كل مدى بيزداد غرابه، فهم كل شويه بيشوفوا رسومات عجيبه جدا. لكن يانج ما كانش مركز في كل ده، بيتصدم. ايه ده؟ بص كده على تيارات الميه، بيبص فعلا لقاها بتتحرك وبتعلى بشكل مش طبيعي خالص. مره واحده سمكه ضخمه بتهجم عليهم وكانت هتفشخهم خلاص، لكنهم بيقدروا يتفادوها بصعوبه جدا. يانجي بيطلع فوق بجناح والشين كان لسه هيطلع، بس هوبا السمكه بتطير عليهم، بتقفش في امه وبتنزله تحت الميه، بتستفرد بيه وشكلها تلعب الجلاشه معاه. شين ما كانش عارف هيعمل ايه، بيحاول يتفادى هجماتها يمين شمال شمال يمين، لكنها مش حلاه. حلف اللي تتعشى بيه النهارده. خد يا عم رايح فين؟ يانج بيرمي له خنجر وبيقول له في خط عينيها يلا بسرعه يلا. الواد فعلا بيجري عليه، للاسف مش بيلحقه لان السمكه سبقته، لكن ده شين يا عينيا بيتفادى هجمه السمكه الغبيه وبيمسك الخنجر وعينك ما تشوف الا النور يا عزيزي. بينزل فيها تشريح من كل ناحيه واتجاه وبيطلع للسطح. كان مفكر بقى ان الحكايه خلصت على كده، بس غلبان. قولها معايا يا صديقي. لا والله. هوبا السمكه بتطلع وبتاخد يانج في سكتها. الواد بيترعب، بيبص وراه ولا فك 7 متر جاهز يبلعه. يا ليله سودا. بس شين بيتدخل بسرعه وبيشد يانج بعيد، قال له صح بقى يا بقف، مش عاوزينك تموت هنا. يانج بيطلع بره الميه وشين بالخنجر كان منتظر السمكه بره، بينزل فوقها تشريح ويانج بالصخره بيمرجعها. بيقدروا فعلا يخلصوا على السمكه والدنيا 100 فل و10. المهم بقى يا عم الصديقي ان شين قال لي يانج انهم هياخدوا استراحه شويه عشان الدنيا مش مظبوطه حاليا، بمعنى ان في وحوش كتيره في المكان ده، من قرود لوحوش بحريه، وانا بصراحه نفسي اتقطع. تمام يا عم؟ قال له تمام يا باشا. ويانج اصلا في باله فرحان بالوليمه بتاعت السمكه مش اكتر، بيقرر ياخد قطعه لحمه من السمكه يشويها، لكنه شم ريحه مش كويسه. بس دي مش ريحه عاديه، لا دي ريحه شخص ميت جوه بطن السمكه. يانج اترعب لكنه قرر يفتش الجثه، يمكن يعني لا حاجه كويسه. بالفعل بيعمل كده وبيلاقي فيها
وفيها مسدس انقاذ وكشاف كويسين جدا. شين قال له كويس ان لحقتك والا كنت هتموت. على العموم يلا بينا نتحرك بسرعه. فعلا بيتقدموا اكتر واكتر والتماثيل بتكتر في سكتهم. يانج كان خايف من التماثيل دي وهوبا بيشوف زيلي بيتحرك بسرعه من المكان. يا نهار ابيض يا جدعان. يانج حس ان في حاجه غلط لكن مش بيلحق يشوف في ايه. بيوصلوا لطريق مسدود. بس يا حبيبي انت معاك شين ملك الحلول. بيلاقي مكان فارغ تحت الجدار فبيتحرك من المكان ده عشان يوصلوا للطريق التاني. فعلا بيقدروا يعدوا لكنهم بيلاحظوا انهم في مركز الجبل الرئيسي. الاتنين بيفرحوا بس بتفرحوا على ايه؟ لسه ياما هتقابل يا بيه. يانج الحماسه بتاخده فبيقرر يستكشف التابوت وشين بيشغل الاضاءه. وقتها يانج بيلاحظ ان التابوت مفتوح ولسه بيفكر يشوف ايه اللي جواه لقى نفسه بيرجع ورا وبيصرخ بصوت عالي. شين بيستغرب فبيقرر يشوف اخوه ماله. لقى مرعوب بشكل مش طبيعي ولسه هيقرب من اخوه لقيه بتمسكه من جوه التابوت وبيحس بانه بيغمى عليه. ده ايه الرعب ده يا جدع؟ بيقدر يشيل ايد الموميا ديت لحسن الحظ بس مش بيلحق يتهنى يا عيني وبيلاقي الكيان ده قدامه. يا الهي. شين كان حاسس بكميه رعب لا توصف وقتها. الكيان ده بقى بيديله اللي في النصيب والواد بيغمى عليه. بيفوق بعدها وبيلاقي اشخاص من نفس المجموعه اللي كانت في المخيم. الراجل ابو جاكيت احمر دوت بيمس عليهم ومعاهم شخص تاني بياكل بني ادمين ده ولا إيه؟ انا مش فاهم. شين ويانج مش فاهمين اللي جابهم هنا لحد ما بيلاحظوا انهم بيفتحوا التابوت. يانج بيحذرهم لانه موجود موميا جواه لكنهم مش بيسمعوا الكلام. هو مفيش غيرك يا بقى فانت اللي يقول لنا هنعمل ايه وما نعملش ايه. يلا يلا روح شوف مصلحتك. مال امك اصلا وانت ما بيلحقش يكمل كلامه وهوبا الموميا بتطلع من تحت. بس ديت مش موميا، لا ده نفس الشخص اللي كان مستخبي في المخيم برضه لو تفتكر عزيزي المشاهد. وبيطلع انه في الحقيقه تبعهم. ايوه ده كله كان تخطيط عشان يعرفوا مين كان وراهم. فهم كانوا حاسين فعلا ان في حاجه غلط وان في حد بيراقبهم. المهم بقى الراجل دوت كان عامل دور موميا واللي بالمناسبه اسمه لي ياو. قال ابو جاكيت احمر شوف يا اخويا انا متاكد اننا في المكان الصح وصح الصح كمان. ابو جاكيت احمر رد وقال له ايوه يا اخويا هو كل حاجه تحت السيطره كمان بس حاليا هنعمل ايه في الاتنين دول. لي ياو قال له بس كده. طيب بقى وانت تصدق هنطبخهم على العشاء ولا تزعل نفسك بس من اولها كده الفخده اليمين بتاعتي. قال له تمام انا كده كده عينيا على الموزه عشان خطيبتي بتحبها. بيخرج الخنجر بتاعه وخلاص هيخلص عليهم لكن شين بيشغل دماغه عليه وبيقول لي اسمعني 5 يا رايق. ايوه كده نزل يا عم السلاح. انا كده كده عارف انك شاب استك ومطوتك اكيد بلاستيك وكرفتك قديمه فيستك فبلاش نعيشها على بعض. بيقول له انت تهزر معايا ولا ايه؟ خلاص يا عم هتكلم. انت بتدور على الكنز صح؟ بيقول له اه. طب حابب اقول لك ان عارف فين مكان الكنز ده على فكره. ليه يا وقال له والله يا اخويا عبيط انا كده مثلا وهصدقك. انا ما بصدقش غير اللي بشوفه بعيني انا وحمدي. ده الكلب بتاعي. انت هتبص لي كتير اثبت يا عم ولا هخلص عليك. شين قال له عيوني يا عم ولا تزعل نفسك يا سيدي. ايه التابوت ده في حاجه من تحت كده روح شوفها. صح خد الشفره دي عشان تقدر تفتحه. ليه ياو بيقول للمعادل دوت يروح يفتحه وفعلا لما بيحرك التابوت ده بيظهر مكان خفي تحته. الله ايه ده غريبه مش كده؟ بس السؤال هنا شين عرف ازاي ان في مخرج تحت التابوت؟ شكل كده في انها كبيره في الموضوع. بعدها ابو جاكيت احمر اللي اسمه يوان بالمناسبه يعني بيقيس عمق الحفره اللي جوه التابوت. بس انت بتعمل ايه يا ابني انت؟ بيلاقيها عميقه جدا. ليه يا بيقول له تمام. بيشاور للمعضل وبيقول له اتصرف مع الشباب وروق للرجاله الحلوين. بيخرج السكينه عليهم. شين ويانج كانوا خايفين جدا وفاكرينه هيقتلهم. بيرفع لهم السيف والمفاجاه الجارد المعضل بيفك قيود شين وبيسيب يانج مكتف زي ما هو. بيقول له بص يا عم اولا كده انت هتنزل تستكشف المخرج ده هيبقى معاك السفاره ديت صوتها عالي معاك نص ساعه وانت بتستكشف تحت. لو ما سافرتش وقتها وقررت تهرب ساعتها اقتل اخوك فورا. يلا بسرعه انت هتبص لي غور يا عم. فعلا شين بيسمع الكلام وبينزل تحت. والاستكشاف كان صعب عليه جدا وكل شويه يلاقي خازوق شكل وكان في اشباح في المكان بتحوم حواليه. اوبا شين ما كانش واخد باله وهوبا الاشباح بتمسكه. لكن الوقت اصلا كان بالظبط عدى نص ساعه. ليه ما سمعش السفاره فقال للجرد خلص عليه. وانت يا صديقي بقى مفكر انه
هيقتل يانج، بس غلبان في اخر لحظه الواد بيصفر وبيفهمه ان الدنيا تمام. شين بعدها بيلاحظ النهر ده في المكان وموجود سلاسل حواليه، بيقرر يلمس النهر ويشرب منه لكنه بيلاقي ميته سخنه. في الوقت ده ليو والبقيه وصلوا للمكان. يوان قال لهم على حسب الخريطه الكنز هنا، بس فاضل حاجه تحت النهر هنا لازم نلاقيها، وده عشان الكنز يظهر. ليو بيطلب من المعضل ينزل النهر ويدور على اي حاجه غريبه هنا ولا هناك. الواد بيسمع كلامه وبينزل بالفعل. بيلاحظ حراره النهر وانها مرتفعه زياده عن اللزوم، بس هو حته جرده لازم يسمع الكلام. بيفضل يدور ويدور وفي النهايه بيلاقي سلسله على الارض، بيشدها وبعدها هوبا المكان بيتفجر من كل حته. ينابيع سخنه بتظهر من تحت الارض ومن ضمنها واحد بيظهر تحت بعضلات حرفيا بص بتشمعه. بيقرر ابطالنا يعدوا النهر بسرعه، لكن مش بالسهل كده هتعدوا لان ينابيع اكتر بتظهر حواليهم، ولو ينبوع بس خرج من تحتك هتودع الملاعب ومستقبلك هيضيع. شين ويانج بيحاولوا يهربوا بس ليو بيوقفهم. على فين يا حمص منك ليه؟ روح الحقوا الراجل بتاعي يلا انت وهو. بيبص عليه فعلا لكن لقد اسمعته لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الراجل قد فارق الحياة وده بسبب ضغط الماء الساخن اللي تعرض له. بياخدوا حاجاتهم وبيهربوا بسرعة والينابيع بتهيج اكتر واكتر. ليو عرف انه خسر واحد من رجالته وكان هيخسر التاني لكن بيلحقوا بسرعة. بعدها بيقرر يجري ورا شين واخوه. المهم بقى يا عم الصديقي، كان يانج وشين خلاص قربوا يوصلوا للبر التاني لكن فجأة المية بتعلى اكتر ولو وصلت لهم هتغرقهم عادي جدا. بيحاولوا يتحركوا بسرعة اكبر وللاسف قبل ما يوصلوا المية بتبلعهم، لكن شين بيقدر يطلع فوق المية بسلام. بسلام ايه؟ ده كان في سلسلة هتخبط فيه، تفتكر انها تصيبه يا صديقي؟ لا 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 والله هي واحدة بص بيتفاداها. بيلاحظ اخوه جنبه فبيقرر يروح يساعده، بس المية الموجودة عالية وسرعتها زايدة قوي، ده غير ان كمان شوية هيعدوا على الجرف ده. شين مش عارف هيعمل ايه لحد ما بيلاحظ السلسلة الحديد دي بيمسك فيها لكنها مش راضية تشبك في السلسلة التانية. بيقول خلاص كده هنودع وهنغرق في الجرف العالي ده. لحسن الحظ السلسلة بتعلق في التانية على اخر لحظة بتنقذ شين واخوه كان خلاص هيقع لكن بيلحقوا على اخر ثانية. بيقدروا بعدها يطلعوا سوا من الجرف دوت على الارض دي والحمد لله عدت على خير يا اخويا. بيقول له ايوه الحمد لله ده احنا كنا هنموت. ما بيلحقوش يتهنوا يا عيني وبيلاقي اللي طالع عليهم. ايوه ليو مع المساعد بتاعه يا جماعة. يا نهار ابيض انتوا ما بتموتوش ولا ايه؟ بيمسكوا السلاسل قبل ما كان هيقع في الجرف بس يانج مش هيسيبكم في حالكم. بيمسك الحجر ده هو وشين وبيرموه عليهم. كل شوية بيرموا عليهم حجر لحد ما مرة واحدة ينابيع اكتر بتظهر في المكان، بس دي مش ينابيع عادية، لا دي ينابيع بتسيح الحديد حرفيا. فيانج وشين بينزلوا بسرعة في المية قبل ما الينابيع تشدهم. بينزلوا من على الجرف ده بس شين قبل ما ينزل بيلاحظ وجود شخص تحت النهر مربوط بسلاسل. بيركز كده على الاسم لقاه ابن عمه، والصدمة انه ميت تحت النهر ده. مش بيلحق يفكر في اي حاجة والمية بتاخده لتحت وبيغمى عليه. وقتها بيحلم بانه في مكان ضلمه مع اشخاص ملهمش ملامح في باب قدامه وكل الاشخاص دول عاوزين يتخطوه. بعدها بيفوق من الاغماء لا الشخص اللي كان سبب الحوار ده كله من الاول، ايوه اسمه شيو. شين قال له انت جاي تخلص عليا ولا ايه؟ شيو قال له هدي نفسك شويه يا عم، انا لقيتك مغمى عليك فلحقتك بسرعه، واقول لك اخوك هنا كمان. بيظهر يانج في المكان فعلا، قال له ان الشخص دوت لحقك قبلي وانا ظهرت هنا بعده. المهم شيو وضح له بان في نقطه ملهاش مخرج في الجبل مش عارفين ازاي يخرجوا من المكان ده. هو عموما في كهوف بشكل كبير هنا واي كهف هنخش غلطه هنموت، فهل حد عنده حل ولا نودع كلنا هنا؟ يانج قال لهم انه وهو جوه النهر ده لاحظ بان في سلسله ضخمه جدا في وسط النهر وشكلها هي ديت اللي بندور عليها. شين قال حلو قوي ده هو ده المخرج بتاعنا لانه في الحل الاخير لينا. بس انت ليه يا شي مش مع مجموعتك؟ قال له دول كلهم همهم الكنز مش اكتشاف التاريخ، غير انهم اصلا بيخاطروا بينا فعشان كده هربت منهم. شين قال له تمام يا عم. وبعدين بيقرروا ينزلوا النهر اللي جنبهم املا انهم يلاقوا السلسله دي. بيتعمقوا اكتر واكتر تحت لدرجه انهم بيلاقوا تماثيل ضخمه وسط الصحراء هناك. مش فاهمين اللي واصل ده لتحت النهر لكنهم بيستمروا في البحث عن السلسله. وهوبا طيارات ميه جديده متجهه ناحيتهم. مش كده بس ده كمان المكان بيتهد من فوقهم. شين بيحاول يمسك في السلسله الحديد بسرعه ومن ورا ظهره موميا صحيت على حركته بتحاول تمسكه باللفايف بتاعتها
ساعتها، لكن في شخص بيقطع اللفايف دي ويانج مش فاهم مين اللي عمل كده، لكنه بيقرر يهرب من المكان وبيقول لك انا مالي. بيحاول يطلع لفوق بس الموضوع صعب عليك يا صاحبي، طيار الميه جديد عليه. بيقعد يفكر ويفكر ويفكر وفي الاخر جات له فكره جباره، وهي انه يستغل اندفاع الميه ويطلع فوق بسرعه جدا. يانج بيطلع وراه وكلهم كانوا فرحانين لانهم بخير، بس مستغربين زي ما انا وانت مستغرب كده. هو فين شيو؟ مش بيلحق يكمل، لا طلع من فوق يانج وجاله ارتجاج في المخ حرفيا. شيو قال يلا بينا نتحرك. بيوصلوا للمكان مليان سلاسل وشكله مرعب جدا، بيحاولوا يخرجوا منه بدري بدري لحد ما بيلاحظوا نافوره في وسط احد الكهوف. شيو قال لهم دي مش نافوره، دي مذبحه كانت بتتقدم عليها الاضحيات زمان. شين قال له طب عرفت ازاي؟ شيو قال له انا ما قلتلكش، انا اصلا عالم اثار فليا خبره في المجال يعني، انما الاتنين اللي كانوا معايا عاوزين يستغلونا عشان يسرقوا اثار بلدي. وطني قوي انت يا اخويا، والله هتلاقيك وسخ وعايز تغفل العيال. هتقول لي انت بتشغل دماغك عليا يا وايد، ما انت شايف الانمي واكيد عارف. احلف لك بيه يا صديقي انه والله ما اعرف. المهم شين قال له خلاص تمام صدقك يا عم، لكن يانج بيقول لهم تعالوا هنا. بيروحوا عنده بسرعه وبيلاقوا طريق طويل عليه اثار اقدام. هو في حد سبقنا هنا ولا ايه؟ شيو قال لهم مش هنعرف غير لما نستكشف. بيتحركوا شويه في الطريق لحد ما الكشاف بيقع من ايد شيو، وطبعا المكان كان ضلمه ومش واصله شمس هنا. فشين بيستغل عقله وبيستخدم مسدس الانقاذ وبيقدر ينور المكان مؤقتا. لكن هنا كانت الصدمه، مئات من الجثث محاوطه المكان، جثث متنطوره في كل حته. ده إيه المكان المرعب ده؟ يعني احنا عاوزين نهرب نلاقي قدامنا المنظر ده. على العموم ربنا يسترها. بينزلوا تحت بطريقه غشيمه والجثث مرميه على الارض بشكل فظيع جدا. فشيو بدون ما يقصد بيدوس على واحده منهم ومش بيدي للموضوع اهميه، وبيتعمق هو والعيال شويه في المكان لحد ما بيشوف الجثه دي. هي شكلها ازاي كده؟ دي مش جثه بشريه. ما بيلحقوش يخلصوا كلامهم وهوبا في حاجه غريبه اتحركت جنبهم. ومش كده وبس، لا ده التابوت اللي جنبهم بيفتح هو كمان وبياخدها طيران بعيد. لكن شيء بيقع على الارض، بيبصوا على المكان اللي هو فيه لكنهم بيتصدموا. بيقول للكل يقفوا، مفيش داعي للي انت بتعملوه، وده لاننا رجعنا لنقطه البدايه من اول وجديد. يا حلاوه. شيو قال في حاجه غلط هنا، شكل في قوه سحريه بالمكان. يانج قال له مش وقتها يا فنان، بسرعه الحقوا التابوت ده معايا قبل ما يفتح والا هنودع كلنا. بيتحركوا عشان يقفلوا التابوت، بس على مين؟ التابوت بيتكسر بيخرج الوحش العنيف الاسد المخيف الفار الحريف. بس ثانيه، فار؟ ايوه يا صديقي، ده بس فار كبير حبتين في المكان. ابطالنا بيفرحوا انه مجرد فار مش حاجه اوسخ، وبيتحركوا عشان يكملوا استكشاف وازاي يخرجوا من المكان اللي هم فيه. لكن في وسط المعمعه دي شين بيسال نفسه سؤال منطقي شويه، هو ازاي وامتى الجثث دي اتقتلت؟ ده غير انهم محطوطين على بعض ومع ذلك في توابيت كتيره هنا. شيء يوضح بين على جسمهم طعن سكاكين. لا 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 لا، ده شكلي في لغزه في الموضوع. يانج حب يشغل البطاطسيه شويه فقال لهم يجيبوا له مسدس الانقاذ يعبي الطلقه، هو عينك ما تشوف الا النور. من غباء صاحبنا بيضرب الطلقه فوق، واكيد الطلقه ديت عليها شراره، وزي ما انت شايف كده التوابيت هنا كتير واكيد معموله من الخشب، فبمعنى ادق هيرقصوا هنا من الفرن اللي هيتشووا فيه. شين قال ما تشغلش البطاطسيه تاني، يالا الفيران بتهرب بسرعه من النار. فشين واللي معاه بيهربوا هم من المكان، بس لامتى؟ خلاص انتم اتحصرتم هنا، النار محوطاهم يمين وشمال. بس شين بيلاحظ ان الفئران لسه بتهرب، بيمشي وراهم فبيشوف حفره في وسط المكان، بيعرف اللي معاه وبينطوا بسرعه لتحت. لكن الفئران اللي كانت بتنزل بعدهم كانت بتولع وكده في خطر عليهم. فشين بيمسك سلاح من معاه وبيردم الحفره بسرعه. بيتحركوا بعيد قبل ما النار تجيبهم، بس للاسف بيتحصروا في المكان ده. طب هنخرج ازاي والنار محوطانا؟ يانج بيحاول يلمس الجدار ده، لا بيولع من شده الحراره. وهنا كده بالمعنى الحرفي يا صديقي صحابنا بيتشوه هنا، بيقرروا يستسلموا خلاص. بس على مين؟ طول ما شين لديكم فلا خوفا عليكم. بيشغل دماغه المره دي، قال احنا كان معانا فيران هنا لكن هي راحت فين؟ بيلاحظ ان لما يانج كان بيكتب رساله الجدار بيتفتت شويه، فبيستغل الفرصه وبيرزع الجدار باقوى ضربه عنده كسرته حرفيا. كده خلاص هما بقى في بر الامان لحد ما بيوصلوا للمكان اللي كان يانج فيه قبل كده. ايوه الشجره البرونزيه. يانج ضحك ضحكه غريبه شويه لكن ما حدش بيهتم، بيشوفوا اذا كان في حاجه مهمه هنا. بس يانج بيفاجئ الكل، قال لهم انا مش عارف ليه منجذب للشجره دي وعايز اتسلقها. شيو قال له اياك، الشجره ديت مايله واحتمال تقع. لكن يانج دماغه ناشفه وبيطلع الشجره، فشين قرر يمشي وراه عشان ما يتاذاش. بيطلع له مكان كويس في الشجره فبيستريحها شويه، وشين قال لحد هنا كفايه ناخد راحه ونكمل، هو على العموم الاغصان هنا هتستحملنا وهنقدر ننام فيها. يانج قال له زعلتني
جوعتني يا اسطى بس ماشي. فشي يوضح له بان الحماسه ما تاخدوش بعيد، لان في مرسومات على الجدار بتوضح بان كان في عمليه استخراج الشجره دي، لكنهم ما قدروش يشيلوها وبقت بالشكل ده. وفي الوقت ده بقى كان في كائن غريب بيراقبهم من بعيد وشكله ما بيبشرش بالخير يا صديقي. يانج قال له مالك خايف كده ليه يا عم؟ الشجره جامده على الاخر مفيش اي حاجه. العبيط بيخبط جامد على الشجره واحلى مسا عليك. الشجره بتبدا تتهز بشكل مبالغ فيه. فشين بيشوف ايه بالظبط؟ فهل بسرعه كله يهرب؟ في حاجه داخله علينا. ايوه كائنات، او بمعنى اصح وحوش بتتبع صحابنا. الكل بيجري في حته شكل عشان يهرب، بس دول مش وحش ولا اتنين، دول مات يا صديقي. شين كان وراه مجموعه كبيره جدا بيعافر معاهم، لكن للاسف واحد بيمسكه. بس على مين؟ يانج بيحمي اخوه وبيرمي الوحش بعيد. هوبا وحش بيغفل يانج بس اخوه بيلحقه. طيب دول بيلحقوا بعض، مين هيلحق شيو اللي اصلا كان متحاصر ومش عارف يعمل اي حاجه؟ شين مش بيسيبه، بيقرر يلحقه. بينزل على الوحوش عشان يقف قصادهم ويبعدهم عنه. ويانج برضه كان متحاصر لكنه بيقدر يهرب لحد ما بيحس بحاجه وراه. ايوه جثه بشري موجوده في المكان. شكلنا مش هنخلص ولا ايه يا صديقي؟ يانج بقى يا عم بيشغل دماغه اخيرا وبيلاقي مسدس في الجثه دي. بينقذ اخوه شيو وبيقول لهم تعالوا هنا، لكن احدى الوحوش بتمسك في شين وللاسف يانج مش عارف يصوب، فبيرمي السلاح لبطننا وبظهر السلاح بيخبط دماغ الوحش بيكسر له دماغه. بس دوت مش وحش، ده قرد وشكله كده ازاي؟ لكن برضه الوحوش بتهجم بعدد كبير، فيانج بيطلب مسدس الانقاذ وهوبا طريق السلام انت. الضوء الشديد بيرعب الوحوش وبيبعدهم عنهم. اخيرا بيتم انقاذ ابطالنا. هو على ايد مين؟ ايه الغبي يانج؟ اقصد المعلم، مش مهم. بعد كل ده يا صديقي بيدوروا على سبب وجود الجثه دي هنا، وكان شين لسه بيلمس الجثه لا ايده مره واحده بتخش جواها. مفيش غير معنى واحد بس، ان الجثه ديت مفيش جواها حاجه، من الاخر فاضيه. شيو استغرب ده ازاي؟ الجثه ما فيهاش جرح حتى، لحد ما بيركز على الفواصل اللي جوه الشجره. ايوه الفواصل دي مش وساخه جوه الشجره، لا ده دم متجلد اتسحب من ضحايا الشجره دي. بمعنى صح الشجره دي كانت بتاخد الضحايا كقرابين. احنا مش عارف ايه كمية الكرابين دي بس ماشي. يانج قال لهم خلاص يا ريبنا نكمل، وبيطلعوا فوق شوية لحد ما شين بيوقفوا. قال له لحد هنا وستوب. انت شايف الفرع بقت كثيفة ازاي؟ دي الوقعة بقت بفورة على فكرة. يانج مقفل دماغه وعاوز يطلع عشان يلاقي مخرج، فصاحبنا بيمشي وراه، وبينما هما في الطريق بيتفاجئوا بجثة بتنزل عليهم من فوق. ده جه ازاي وامتى؟ بس الصدمة ان مئات الجثث بتنزل كمان لتحت بنفس القناع اللي شفناه في القرود. شيو عجب القناع وحس ان في حاجة بتجذبه ان يلبس القناع، لكن يانج بيلحقه. قال له ابعد عن القناع ده باي طريقه، فاهم؟ بعدها بيقرروا يتحركوا ناحيه الارض، فبيربطوا حبل من شجره الصخره دي، وده عشان يوصلوا اسرع. شين بيبدا التحرك فعلا والدنيا ماشيه كويسه. هوبا الاقناع بتقع من الجثث، وخد التقيله بقى يا معلم. طفيلات بتخرج من الاقناع فبيتحركوا، ويانج وشيو بيترعبوا. دي الالاف من الاقناع مستنياهم. بيستعمل يانج المسدس وبينزل فحت ردم فيهم، بس دول عددهم كبير يا صاحبي. طيب عليا وعلى اعدائي. بيقول للعجوز ينط على الحبل لكنه بيرفض، فبيرميه غصب عنه. الذخيره بتخلص من يانج، فبينط على الحبل وبيمسك في شيو. واحلى مسا عليك. الحبل بيتقطع وشين والكل بيقعوا، بس الصخره بتستحمل شويه، فيانج بياخد وقعه جامده من الجدار، وشين بيقع لكنه بيلحق نفسه بسرعه. واللي ما تعرفوش يا صاحبي انهم لو وقعوا هنا ساعتها على الدنيا السلامه. شين بيقدر يطلع لفوق وبيحاول يوصل لاخوه قبل ما الصخره تتكسر، بس مش بالسهل كده، لان الاقناع قدرت توصل ليانج وشيو وبتنزل عليهم زي الرز، بترعبهم جدا. وازيدك من الشعر بيت، هوبا قناع من الاقناع بيلزق في وش يانج بيشمعه. بيحاول يسحب الدم اللي جواه، بس خلاص شين ابن المعلمين وصل للساحه. بيبعد القناع عن الاتنين وبيسحب اخوه لعنده، وبيقول لشيو يوصله، لكنه كان خايف. والصدمه بقى يا صديقي ان الصخره بتتكسر وبيقع من الارتفاع العالي ده، ومش عارفين هو مات ولا لا. بعد ده كله بياخد اخوه في مكان امن بعيد عن الحشرات. يانج كان تعبان جدا من الخبطه بتاعه الجدار ومتصاب جامد. شين قال له نام شويه وبكره نكمل. طبعا يانج بيوافق لانه متدمر حرفيا. وفي اليوم التالي كان يانج نايم في امان الله، وشين بيخرج يشوف حل للمشكله اللي هم فيها. وهوبا لا خازوق تاني، مسدس بيترفع عليه. ومن مين؟ من مساعد ليه ياو. ازيك يا ابو الصحاب؟ اولا كده انا مش جاي في شر، كل حاجه بس ان انا خسرت صاحبي وعاوز نتعاون معاكم.
معاكم. شين قال له لا مش عاوز تعاون. فالمساعد قال له امال مين الشخص المريض ده؟ على ما اظن مش هتقدر تساعده لوحدك مش كده، السفر هيبقى صعب عليك برضه، لكن لما يكون معاك واحد يساعدك ويقف جنبك غير انه بس معاه معدات هتحس بفرق مش كده. شين قال له تمام يلا بينا نتحرك. بيبداوا يتحركوا ناحيه الشجره، بس وهما في الطريق المساعد عرفه هما فين بالظبط. فمن قديم الزمان كان في ملك بيحبس المجرمين في المكان ده، حبس اكتر من 3000 جندي هنا وعملهم كقربان كمان. فاستمر الحال على كده لحد ما الوحوش ملته والشر بقى موجود فيه. لكن الاهم من ده كله ان في ممر خشبي بيوصل الشجره على طول. فعلا بيعملوا كده، بس شين بيسال المساعد انت ليه بتتعاون معايا؟ قال له بسيطه لان دمك نار والوحوش بتخاف تقرب لك. شين اتصدم، ازاي انت عارف المعلومه دي؟ رد بانه شافه وهو بيستخدم دم عشان يبعد الوحوش عنه وعن اخوه، بينما انا كنت مع الزعيم اللي الوحش سيطر عليه وقتله. دلوقتي احنا وصلنا خلاص. بيمسك الحبل ده وبيرميه ناحيه الشجره، ويلا شوف انت هتعمل ايه. شين قال له تمام، بيتحرك ناحيه الشجره ومره واحده الوحوش بتتحرك ناحيته، لكن شين بيجرح نفسه وده عشان يبعد الوحوش. الخطه بتنجح والمساعد بيوصل له. فيا ترى ايه وجهتهم الجديده بالظبط؟ بيتجولوا يتجولوا في المكان وكل شويه يقابلوا شيء غامض هما بيتسلقوا، لحد ما مره واحده بيسمعوا صوت ضجيج في المكان. المساعد بيفكر في مركز الصوت دوت منين، لقاه جوه الحفره الصغيره دي. على طول قال لشين ان مركز الصوت هنا ولازم نتحرك عشان نشوفه. شين قال له هو انت عبيط رايح للخطر برجليك؟ المساعد قال له ما تقلقش انت دمك بيبعد الخطر، او اقول لك خد السكينه ديت ولا سلك عشان اتواصل معاك. شين ما كانش عاجبه الحوار لكنه بينزل في الاخر. بيتحرك شويه لحد ما بيشوف مكان في غايه الجمال. شين ما كانش مصدق الجمال ده كله مع ان في تابوت في الوسط هنا. المساعد وقتها بيتواصل مع شين وقال له ايه الوضع، عرفه بكل حاجه وان في تابوت مفتوح ولسه هيكمل كلامه لا الاشاره ضعيفه والمساعد بيصرخ من الالم. شين مش فاهم حاجه، بيحاول يتواصل معاه لكن الاشاره بتتقطع. بيحاول يفهم الدنيا لكن فجاه شخص من ورا شين بيمسكه، لكن بطنه بيرزعه بسكينه. والصدمه ان المساعد قال له بقى انت بتغفلني يلا. شين رد بانه فاهم غلط. فهمت غلط؟ يعني مش راضي ترد عليا؟ يبقى كده فهمت غلط، انت عاوز تهرب ولا ايه؟ بيهجم عليه لكن شين بيوقفه بسكينه. سكينه مين؟ ده المساعد بيشد السلاح عشان الكل يرتاح. سيف ضخم كان هيفنش شين بسرعه لكنه بيتفاداه. بيفهم المساعد الوضع لكن دماغه ناشفه، وهوبا شين بيقع على الارض. بيحاول يقوم بس في فرع من الجذور بيمسك في رجله. وخد معاك كمان ان المساعد خلاص هيفنش شين، لكن على مين؟ شين ابن معلمين. بيستعمل السكين وابلع يلا. بيفك رجله بسرعه وبيتفادى الهجمه. بعدها بيزق المساعد جوه التابوت ده وكده قدر يخلص منه. بيروح يشوف المساعد مات ولا لا، لقاه بيشد التابوت عليا وعلى اعدائي. وبيطلع ان جوه التابوت مدخل للمكان الضخم ده. وشين بيفكر في مكان المساعد. الضباب كثيف جدا وممكن في ثواني يتغدر بيه، لحد ما بيوصل للسلاسل دي وتحتها مكان معرفوش اخره فين. وهوبا المساعد بيستغل الفرصه عشان يوقع شين، لكن بطنه بيشغل دماغه وبينط عشان يمسك السلاسل، وبالتالي المساعد هو اللي هيقع. والصدمه ان السلاسل بتاخد شين لتحت. ده ازاي كده؟ ايوه المساعد مش بيسيب شين في حاله وبيمسك في السلاسل هو كمان. فمن الحجم الكبير السلاسل بتتسحب عشان توقعهم، لكن لحسن الحظ السلاسل بتقف لوحدها. فشين قال للمساعد شغل دماغي شويه، فاحنا هنهرب فين؟ انا من الصبح بحاول افهمك انك حمار وانت مش فاهم، هو اللي اعمل ايه؟ المساعد فعلا بيبدا يتفهم بس من فهر بطننا السلاح بتاعه بيقع على المساعد بالغلط لكن بيتفاداه بسرعه. شين قال له اسف يا عم انا مش قصدي. المساعد بعدها بيطلع عصايه ضوئيه وبيقيس قد ايه المكان عميق، بس الارتفاع كان كويس فبينزل بسلام. شين ما كانش عنده حل فبينزل هو كمان. المساعد قال له ما تقلقش انا عارف انك مضغوط، بس الرعب اننا فوق مكان ممكن يتكسر بينا في ثواني، واخد بالك؟ المساعد مش بيهمه الكلام ده كله فبيطلع المعدات بتاعته عشان يشوف ايه اللي جوه الجزاز ده. شين استغرب، هو جاله قلب ازاي وهو اشبن مني؟ بيفكر شوية وبيرجع بذكرياته من قبل ما يخش هنا لحد ما بياخد الصدمة. بيروح للمساعد وقال له انت جبت المعدات الضوئية والمنجل منين؟ مع اني ما شفتهمش قبل كده صح؟ على ما اظن مش محتاج اوضح اكتر من كده. انت مين يلا؟ المساعد ضحك قال له عاش عليك، طلعت فعلا ذكي جدا. انا اعرفك منين؟ الواد حرفيا كل اطرافه بتلف في بعضيها لحد ما بيظهر جسمه الحقيقي. ايوه هو يانج. ده ازاي كده؟ يانج قال له انا عندي قوة بتخليني اقدر اسيطر في بعض الاشياء
اشياء. شين رزع بوكس عشان يظبطه، لكن يانج بيريحه. قال له افهم يلا، انا جبتك هنا الهدف وكل اللي بعمله ده لازم يتعمل. بيوريه صورة لامه. يانج قال له دي هي السبب انك تيجي هنا. فمن 3 سنين كان يانج راجع من شغله بيفرح امه بانه جاب لها هديه ومش هيخرج تاني متاخر، لكنها كانت نايمه على مكنه الخياطه مش بتتحرك. يانج مش فاهم، بيروح يشوف في ايه، وللاسف كانت امه ماتت. يانج اتصدم مش مصدق اللي حصل، بيعدي في حالات اكتئاب لدرجه ان هو بيهلوس بامه، لحد ما في يوم من الايام بيلاقي امه مجهزه قدامه الاكل. طب ده ازاي وانت ميته؟ لكنها بتختفي للاسف. بعدها يانج بيفهم سبب كل ده، الشجره البرونزيه هي دي اللي فيها امل انه يرجع امه. بس عشان ده يحصل انا محتاج شخص عنده روح نقيه يتمنى رجوع امي. طبعا ده مش حقيقي ومعتقدات خاطئه ومخالفه لديننا الاسلامي. تمام يلا بينا نكمل. بيكمل وبيقول له وده لان روحي مش زي روحك ابدا. شين بيتفهم الوضع ويانج بيقول ده سبب وجودنا هنا. مش بيلحق يكمل لانه لا وحش من تحتهم بيمس عليهم، بيرزعوا بديله على الارض بيكسرها. ويانج بيلحق نفسه بالسلسله بسرعه وبيستخدم قدرته على السلسله، وده عشان يوصلها بشين. بيحاول بعدها يطلع بشين لفوق، لكن الوحش وراك بيكسر في السلاسل عشان يمسكهم، لكن ابطالنا بيقدروا يطلعوا بسرعه من المكان. يانج قال له ما تنحش كده بسرعه والا هنموت. الوحش بيهجم عليهم بالسلاسل، لكن شين بيتفادى، بيهرب بسرعه لكن الوحش برضه وراه. طب اعمل ايه مع الكائن ده؟ وهوبا الوحش بيقدر يمسكهم هما الاتنين، بيحاول يحطمهم من جوه، بس يانج على اخر لحظه بيستعمل قوته عشان يبعد الوحش عنه وبيدمروا الدنيا، لحد ما الاتنين بيمسكوا في السلاسل عشان يهربوا. الوحش بيهجم لكن يانج بالرشاش بيشمعه، بيهربوا بسرعه من المكان على النفق ده. بس الوحش مش هيسيبكم عليا وعلى اعدائي. بيحاول يدخل النفق بس مش عارف، فبينزل دم في المكان عشان وحش يقتلهم معاه. الصخور فعلا بتنزل على اصحابنا من كل حته، بيحاولوا يتفادوه اكتر من مره لحد ما بيلاقوا المخرج. شين لسه يتحرك، لا يانج وقفه، بلاش نخش هنا. طب ليه يا عم يانج؟ قال له انا عندي احساس ان المكان دوت فخ. مش بيكمل، وده لان الصخور بتنزل عليهم وبتقطع الطريق بين الاخوين للاسف. شين بيطمن على يانج، فهو قال له انه بخير وهيلاقي حل يوصل له. فشين قال له تمام، وبيقرر يستكشف بقيه المكان. بيخش لاحدى الاماكن المفتوحه، وللصدمه يا صديقي ان في جثه في نص المكان. طب هو مات هنا ازاي؟ بيفتش يمكن يلاقي اي حاجه مفيده، لحد ما بيلاقي مذكره كتب فيها كل حاجه. فمن زمن مش بعيد كان في 18 شخص بيستكشفوا الشجره دي، بيلاحظوا وجود حفره عميقه جوه الشجره فبينزلوا ليها. طبعا يا صديقي مش هينزلوا يخرجوا بسلام اكيد، دخول الحمام مش زي خروجه، ده ان خرجوا اصلا. بعد شويه وقت جوه الكهف بتبدا اللعبه معاهم، هجوم ودمار في كل المكان، واكتر من 7 بيموتوا لحد ما بيقدروا يوصلوا للوجهه، ايوه الشجره البرونزيه. بينزلوا يسبحوا في النهر عشان يوصلوا لها، لكن بيصادفهم هناك حبيب الملايين، الوحش اللي بيطارد ابطالنا. بعدها بينزل فيهم فحت ردم، واي حد بيقابله بيحصل اللي قبله. الراجل ده بقى بيقرر يهرب من المكان بسرعه قبل ما الوحش يلاحظه، وللاسف كان مخلص على كل اللي معاه. هو الشخص اللي هرب اتحاصر في المكان، وبتعدي 7 ايام عليه، والاكل والشرب بيخلصوا، خلاص دي نهايته. ولكن وعلى غير المتوقع الاكل بيتجدد من تاني. ده ازاي كده؟ الراجل مش بيهتم، ما هو اكل ببلاش. بتعدي فترة كبيرة وهو على هذا الحال املا انه يخرج من المكان، ولكن طبعا يا صديقي انت شايفه هو ميت جنب شين، فللاسف هو ما نجحش في الخروج. بيلاحظ بعدها بطاقة هوية الشخص ده، فيانج سأل اخوه في ايه بالظبط، رد بان في شخص هنا شكلنا هنحصله، خد بالك لانه اتحاصر في المكان دوت ومات. يانج رد بتمام، ورينا البطاقة اللي معاك كده. لسه هيوريها له، لكنه بيلاحظ رسمة شخص عليها. شين اتصدم، هو مش ده؟ يانج بيضحك، قال له ما تجيبها، لكن شين بيبعدها عنه. ده اخويا اللي مات هنا. امال انت مين يلا؟ يعني يانج هو اللي مات محاصر هنا؟ ويانج المزيف قال له ايوه بس مش بالظبط، فانا زي اخوك لان اتجسدت ليه. شين قال له انت شكلك اتهبلت ولا حاجه، ارجع لاصلك يلا وقول انت مين، ولا تكون انت اللي قتلت اخويا. فهو برضه كان الاكل بيجيله لحد عنده، فاكيد ما متش من الجوع. يانج المزيف اتعصب على الاخر وبيمسك الرشاش وبيهجم على شين.
شين، لكن بيبعد بسرعه قبل ما الرصاص يجيبه. فيانج قال له ايه رايك بقى نجرب حاجه كده؟ بيطفي النور عليه، وعلى ما اظن انت بتخاف من الضلمه وانت صغير مش كده؟ شين اترعب، بيحاول يتمالك نفسه لكنه مش قادر، ويانج من وراه بيرعبه بكلامه اكتر. لكن وقتها شين بيفرغ دماغه عن التفكير وبيركز على حاجه واحده بس، انه يبعد خوفه عن الضلمه عشان ما يتعذبش. وبينما هو في غايه تركيزه اذ وفجاه بيظهر له حراشف تعبان جنب بطلنا. وايوه بطلنا بيستخدم قوته اخيرا وبيستدعي تعبان اسود ضخم، وهوبا بيهجم على يانج بيشمعه. ومش كده وبس، لا ده بيخلص من هنا بيطير التعبان التاني عشان يكمل عليه. ابلع يا حزين. لكن بسبب تضارب الثعبانين المكان بدا ينهار بينهم. فشين بياخدها طيران وبيحاول يهرب، لكن بيلاحظ يانج المزيف محاصر جوه الصخره مش بيهون عليه اخوه، وبيقرر ينقذه. لكن الصخور ضخمه جدا، ولو استمر الحال على كده هيموتوا هما الاثنين. فيانج بيديله شنطته وشين بيهرب بسرعه. لكن وبينما المعركه شغاله بين الوحوش هوبا ضربه بتوصل لبطلنا بتغرقه. خلاص فقد الامل في النجاه لحد ما بيظهر شيو بالمكان. بس دوت مش شيو، لا ده شخص اول مره نشوفه هنا. بيقول لشين يلا بينا انا هخرجك لان تعبانك هيموت قريب ومش هيسد مع التعبان التاني. بيحاولوا يهربوا بس تيار الميه عليه وتعبان شين مات. فما عادش غير حل واحد بس، لازم نتسلق الشجره البرونزيه لان في كهف فوق بيخرجنا من هنا. بيسبحوا لهناك لكن تيار ميه جديد بيسيب شين بينزل لتحت لحد ما بيتفاجئ وحوش الاقناع بتظهر من تحت الميه وبتهجم عليه. بيجرح نفسه املا انهم يبعدوا لكن الميه بتطير الدم بعيد. في وقتها بيظهر الشخص الغريب ده وبيستخدم دم عشان يبعدهم. ايوه ده عنده نفس سلالة دم شين. هو ايش شكل في ان في الموضوع؟ بياخده بعدها لفوق الشجره وقال له انت هتتسلق وهتدور على الكهف، واول ما تلاقيه بعت لي اشاره. وعلى ما اتصرف مع التعبان ده فعلا بينفذ الكلام وبيتسلق الشجره. ومن الناحيه التانيه كان الشخص الغريب بيعاني ضد الوحش ده بس بيسد معاه. لكن لامتى؟ ده شخص زي اي شخص اكيد هيتعب بسرعه. شين من الضغط الشديد بيقع من فوق لكن بيستخدم شنطته وبيثبت في فرع الشجره ده. بتجيله فكره جباره وهي انه يستخدم مسدس الانقاذ. بيطلع فعلا ناحيه التعبان، فالشخص اللي معاه بيلاحظ هو عايز يعمل ايه وبيمسك هو المسدس. هو احلى مسا عليك. بيرزع التعبان رصاصه في بقه بتحرق جسمه بالكامل، وباندفاعه ناحيه الشجره الاغصان بتخش جوه جسمه. فطبعا من غير ما اقولك الشجره بتمتص دم التعبان كله. المكان بيولع تماما وابطالنا بيحاولوا يهربوا باسرع وقت. بيلاقوا حفره تحت الميه فبيتحركوا ناحيتها، وشين بيمسك في الفرع ده عشان يحمي نفسه. بينادي على اخوه التاني لكنه مش موجود، فبيركز على الجدار والرسومات اللي فيها وبيلاحظ ان التعبان دوت ملك المكان وانهم اقتحموا ارضه. هوبا تيار ميه جديد بيقطع تفكيره وبيشده بره المكان. واخيرا بيلاقي المخرج فعلا، لكنه وقتها كان مغمى عليه والشخص الغريب بيلاقيه. قال له اكيد انت عندك اسئله انا مين وليه عندي نفس سلاله دمك، بس هسيب لك لغز بسيط وهي العصايه اللي كانت معاهم في الاول خالص. بيحط بعدها في مركب صغير عشان اشخاص تلحقه، وبيتم انقاذه في المستشفى دي. وعرف ان مغمى عليه لمده 3 ايام ومش لاقي الشخص اللي انقذه في المكان. فبيكتب كل حاجه على مدونه بالنت املا انه شخص يعرف اي حاجه عن اللي حصل، لكن محدش بيرد عليه. بيروح للبيت بتاعه وبيقرر ينسى كل حاجه ويبدا من جديد لحد ما بيلاحظ رسائل ضخمه جدا من ضمنها رساله بدون اسم مكتوب فيها اكيد انت عارفني، انا اعرفك كل حاجه وازاي اخدت شكل اخوك يانج. وده يانج المزيف اللي كان كاتب الرساله. مضمونها بقى يا عم صديقي ان يانج كان في الكهف لاكتر من 4 شهور، وده بعد ما اتحاصر جواه. بس كأي بشري نفسه يخرج من هنا وخلاص عاوز الحريه باي طريقه. فهو خلاص اتجنن وقرر انه يخلص على نفسه، ولسه بيمسك السلاح لقى الشجره قوتها بتتفاعل وبتنسخ واحد كمان زيه. قال انا لقيت نفسي بره فجاه، لكن كان في شخص نفس شكلي جوه الكهف فحبست وقفلت عليه لان العالم مش هيستحملنا احنا الاتنين. وخرجت بعدها مع قوة الشجرة اللي اديتها لي، لكن للأسف كان تمنها ان افقد ذاكرتي. فاضطريت اسجل كل حاجة لحظة بلحظة، بس حتى دوت منفعش. ولكن كل حاجة كنت بنساها الا امي، وانا كنت عاوز انقذها بس يا شين انت كشفتني للأسف. ودي كل الحكاية يا عم. شين اتصدم من الرسالة لكنه خلاص قرر يكمل عيشته زي اي حد، وده بعد ما شاف الموت اكتر من مرة. وهنا بينتهي الانمي بتاعنا. طبعا ما تنساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحط الاشتراك الرهيب واللايك يا صديقي المخيف، والتعليق عن رايك للانمي ده يا عم الصديقي. وما تنساش تقول من الاخر كالساحة وغاية دويتو فاخر. يلا يا عم سلام.